بنبدأ مع إيتادوري اللي بيهرب من لعنة قوية كبيرة جدا بتطارده، ومن وراء هذه اللعنة بيظهر يوتا وبيهجم على إيتادوري وسيفه في وشه مباشرة. ايه اللي حصل وايه اللي وصلنا لهذا المكان هنعرف كمان شوية يا أصدقائي. بنروح عند مقر عشيرة الزينين وبنشوف شخصية جديدة وهو ناويا الزينين، مستخدم جوجيتسو من الدرجة الأولى، شخص بغيض ومتعجرف وبيكره النساء خصوصا ولاد عمه ماكي ومي. ناويا حاليا منتظر موت ابوه اللي حالته سيئة جدا علشان يستلم مكانه ويكون هو الرئيس القادم لعشيرة الزينين. بيروح ناويا يقابل عمامه اوجي زينين وده ابو ماكي ومي وجين نيتشي زينين، الاتنين برضو مستخدمين جوجيتسو من الدرجة الاولى. بعد لقائهم الغير ودي خالص بيوصل محامي العائلة وبيقول لهم ناو بيتو زينين رئيس عشيرة الزينين مات وحاليا هو هيقرأ الوصية بتاعته، الوصية اللي قال ان هي تتقري قدام اوجي وجينيتشي وناويا. بتقول الوصية ان ناويا هيكون رئيس العشيرة القادم، بالاضافة الى انه هيورث كل الاسلحة ومقتنيات العشيرة من ادوات ملعونة واشياء محظورة، ولكن في حالة موت جوكو ساتورو او غيابه او فقد قواه العقلية فيجب تنفيذ العهد اللي كان مع توجي زينين، وسيتم الترحيب بميجومي في عشيرة الزينين وسيكون هو رئيس العشيرة وسيرث كل ممتلكاتها. طبعا هذا الكلام بيغضب ناويا جدا خصوصا ان جوكو مختوم دلوقتي، فمفروض ان ميجومي يكون هو رئيس العشيرة. وهقولك ليه يا صديقي مفروض ان ميجومي يكون هو رئيس العشيرة حاليا، لان اهم تقنية متوارثة عند عشيرة الزينين هي تقنية الظلال العشرة، واللي بيتولد منهم وبيورث هذه التقنية فتلقائيا بيكون هو رئيس العشيرة، زي بالظبط عشيرة جوكو ما تقنيتهم المتوارثة هي العيون الستة واللي ورثها هو جوكو ساتورو. بنرجع تاني عند ناويا اللي بياخد قرار بسرعة وهو ان هو يروح يقتل ميجومي بالاضافة الى إيتادوري، لان كده كده إيتادوري مطلوب ان هو يتقتل، فهو هيروح يقتل إيتادوري وهيقتل ميجومي معاه كحادث غير مقصود. بنسيب عشيرة الزينين خالص دلوقتي وبنروح عند إيتادوري وتشوسو وبنشوف إيتادوري مش كويس خالص، عنده شعور قوي بالذنب بسبب اللي حصل في أرك شيبويا اللي فات بعد ما سكونة سيطر عليه وقتل ناس كتيرة جدا. إيتادوري حزين ومحمل نفسه المسؤولية لدرجة إن هو مش عايز يرجع لثانوية الجوجيتسو، مش عايز يشوف ميجومي ولا أي حد من هناك لأنه هو خايف إنه هو يأذيهم، بالإضافة كمان لأن هو بيقول إن سكونة بيخطط لفعل شيء ما مع ميجومي وهو قلقان من هذا الموضوع. بيقوم إيتادوري واخو تشوسو بيبداوا في مقاتلة وطرد الارواح الملعونة اللي بقت موجودة في كل طوكيو، وبيظهر قد ايه إيتادوري قوته بتتطور وبقى قادر ان هو يتحكم في طاقته الملعونة بشكل كويس. واثناء ما هم بيقاتلوا الارواح بيظهر قدامهم ناويا اللي بيقول هو ميجومي مش هنا ولا ايه. بيقول ناويا لإيتادوري هو انت مش ناوي تهرب مني ولا انت مش عارف انك خلاص فقدت حماية ساتورو ليك واتحكم عليك بالاعدام. بيتصدم إيتادوري لان هو اول مرة يعرف هذا الموضوع. بيقول ناويا في الحقيقة انا مش عايزك انت، انا عايز ميجومي، بس برضه هكسر رجليك علشان تفضل هنا معايا واقدر امسك ميجومي. وبيتحرك ناويا بسرعة رهيبة بيضرب إيتادوري وبيضرب تشوسو، الاتنين متفاجئين بس إيتادوري بيقول ان في حاجة مش طبيعية. تشوسو بيقول يمكن هي دي تقنيته، بيقول لهم ناويا انتوا احسن مما كنت اتوقع. ويا الهي التلاتة وهم بيبصوا لبعض بيحسوا بطاقة ملعونة مرعبة. يوتا ظهر وحضوره بس زرع الخوف في قلوب الجميع. بينزل يوتا وناويا بيقول له خلي بالك انا في صفك يا يوتا اوكوتسو. بيعرف إيتادوري ان ده يوتا طالب السنة الثانية اللي كان بيتحكي له عن قوته المرعبة. يوتا اوكوتسو مستعمل جوجيتسو من الدرجة الخاصة زيه زي جوكو ساتورو. اتشوسو بيقول لإيتادوري اجهز للهروب، انا هوقف الوادي السريع ده وانت اهرب من يوتا. وناويا بيقول ليوتا انا عايزك بس بعد ما تقتل إيتادوري تجيبه هنا علشان استدرج بيه ميجومي. بيقول ليوتا موافق مفيش مشاكل. على طول بيهرب إيتادوري ولكن يوتا بسرعة عالية بيطارده. وتشوسو واقف في مواجهة ناويا بيقول له ناويا انا عارف كويس تقنيتك التلاعب بالدماء، مفيش حاجة مخيفة فيها غير الدم الثاقب وده بيحتاج انك تكون قريب مني، فاعتبر نفسك خلاص انك ميت من دلوقتي. وحاليا بنروح لمشهد البداية اللي بدأنا بالمطاردة بين يوتا وإيتادوري. إيتادوري ما عندوش فرصة قدام يوتا خالص وكل اللي بيعمله هو محاولة الهروب وتفادي الضربات. ضربات يوتا مش اي ضربات وانما ضربات مميتة حرفيا.
إيتادوري بيقول يوتا ما عندوش قوة جسدية ولكن طاقته الملعونة مرعبة وكبيرة جدا، هو عكس إيتادوري تماما اللي طاقته الملعونة قليلة وقوته الجسدية كبيرة جدا. بيقول يوتا ان طاقته الملعونة اكبر حتى من طاقة جوكو ساتورو، ولكن ساتورو عنده عيونه الستة فهو تقريبا مش بيستهلك اي طاقة ملعونة. بيرجع يوتا للهجوم على إيتادوري وإيتادوري بيرجع للهروب منه تاني، بيطبق مقولة ان الهروب نص الشجاعة. بيحاصروا يوتا وإيتادوري بيطلع خنجر صغير من معاه، بيتصادم الاتنين ولكن خنجر إيتادوري بيتدمر. وقبل ما يهجم إيتادوري تاني اللعنة ريكا بتيجي وبتمسكه. يا إلهي على هذا المشهد المرعب، إيتادوري مش فاهم حاجة ومش قادر يتحرك، ويوتا بيقول لريكا احنا بنلعب ما تقلقيش. وبيروح يوتا يقول لإيتادوري انا اسف وبيغرس السيف في قلب إيتادوري وبيموته. وبنروح عند ناويا اللي مسكت تشوسو هاري ضرب بسرعته الغير طبيعية. تشوسو عمال يضرب وبيقول انا مش فاهم سر تقنيته، وكمان ناويا مش مديله فرصة ان هو يقرب منه ويستخدم تقنياته. بيقدر ناويا يجرح تشوسو وبيقول له وريني ازاي هتستخدم تقنياتك وانت ما عندكش تدفق للدماء وكل همك هيكون ايقاف نزيفك. وبيقول ناويا لتشوسو انت دايما بتتكلم عن اخواتك الاصغر، رغبتك في حمايتهم واضحة جدا، ولكن اخواتي الاكبر مني انا عديمين الفائدة، لا قيمة لاخوة اقل كفاءة من اخيهم الاصغر. بيقول له تشوسو انت وصلت للي انت فيه دلوقتي بفضل اخواتك الاكبر منك، سواء كانوا اقوياء او لا، فالاخوة الكبار دائما هم المثال لاخيهم الاصغر. لو انا كنت مشيت في الطريق الصحيح فاخواتي الاصغر هيتبعوا هذا الطريق، لو مشيت في الطريق الغلط فاخواتي الاصغر هيتجنبوا هذا الطريق. انت بتتساءل انا ليه لحد دلوقتي قادر استحمل ضرباتك؟ لان انا مش هسمح لحد ان هو يأذي اخواتي. وبيتفاجأ ناويا ان الدم مغرق المكان كله وبحر من الدم بيجتاح النفق اللي هم فيه. بيبدأ ناويا يهرب وهو مش فاهم ازاي تشوسو عمل كده. تشوسو يا اصدقائي عنده القدرة على تحويل طاقته الملعونة الى دماء، كان عمال يجمع هذه الدماء من بدري وناويا مش واخد باله. ناويا فضل يهرب من الدماء ولكن برضه الدماء وصلت لبعض اجزاء جسمه. بيجي له تشوسو بيقول له خلاص هي دي نهايتك، الدماء اللي على ملابس ناويا هتتقل حركته وهتخليه ابطأ، ولكن ناويا واثق جدا في سرعته ان هو هيقدر يضرب تشوسو ويخلص عليه. ولكن تشوسو اللي بيهجم والمرة دي هو اللي بيقدر يصيبه. يا تشوسو عليك وعلى جمدانك. بيجهز للقضاء عليه ولكن بشكل مرعب. يوتا بيظهر من وراء تشوسو وهو بيشد وراء إيتادوري، بيديله ضربة واحدة بيخليه يفقد وعيه. وناويا بيحس بالسم الموجود اللي جوه جسمه من دماء تشوسو، لان في النهاية تشوسو مش بشري والدم بتاعه مش دم بشر. بيقول يوتا لناويا انا هعالجك بتقنيتي ولكن انا عايز منك حاجة، عايزك في المقابل تروح لكبار المسؤولين وتقول لهم ان إيتادوري خلاص مات. بنسيب هذا المشهد وبنروح نشوف حلم الإيتادوري بيشوف في ابوه ساعة ما كان لسه طفل رضيع، وبنشوف ام إيتادوري لاول مرة والعلامة دي على راسها واللي بتدل على وجود كينجاكو داخل دماغها زي ما هو موجود دلوقتي جوه دماغ جيتو. بيستعيد إيتادوري وعيه وقدامه يوتا اللي بيقول الحمد لله انك رجعت تاني. بيقول يوتا ان من فترة جوكو زاره وكان قال له لو حصل لي حاجة عايزك تعتني بإيتادوري، علشان كده انت حرفيا رحت موتته. بس يا اصدقائي يوتا كان بيمثل ذلك الدور فقط قدام المسؤولين علشان تكون مهمة قتل إيتادوري عنده هو مش عند حد تاني، ولكن إيتادوري برضه مستغرب هو ازاي لسه عايش. بيقول له يوتا ان المسؤولين مش اغبياء برضه وحطوا عليه عقد على حياته بينص ان هو لازم يقتل إيتادوري، وعلشان يوتا يتخلص من هذا العقد فكان لازم فعلا يقتل إيتادوري وهو اللي حصل. ولكن في نفس اللحظة اللي قتلوا فيها يوتا استخدم تقنيته العكسية ورجع إيتادوري للحياة. بيقول يوتا هم هيعرفوا قريب انك عايش ولكن دلوقتي على الاقل هيتوقفوا عن محاولة قتلك. ولكن يا اصدقائي إيتادوري رغم كده لسه برضه زعلان وبيقول ان هو قتل ناس كتير جدا. ولكن قبل ما يكمل الكلام ويكمل تأنيب في ضميره بيوصل عندهم ميجومي. بيقول له ميجومي يلا علشان هترجع للثانوية دلوقتي، الحواجز ضعيفة ومحدش هيلاحظ وجودك. ولكن إيتادوري بيقول له توقف، انت عارف انا تسببت في ايه كويس، ما تحاولش تتعامل معايا انه موضوع بسيط. بيقول له ميجومي محدش مسؤول عن اللي حصل ده لوحده، كلنا كنا مسؤولين واحنا مش ابطال، احنا مستخدمين جوجيتسو، لازم نكمل في انقاذ الناس ومساعدتهم وانا محتاج مساعدتك يا إيتادوري. بيتفاجئ إيتادوري من كلام ميجومي. بيقول ميجومي ان كينجاكو جهز لعبة موت بين اللي منحهم تقنيات ملعونة اسمها لعبة الاعدام، وتسوميكي اخت ميجومي تم اشراكها في هذه اللعبة. علشان كده ميجومي بيقول لإيتادوري ارجوك انا محتاج مساعدتك. بيقول إيتادوري ليوتا لو سكونة
هنا نجح في ان هو يسيطر عليا مرة تانية، فلا تتردد في قتلي. بيقول له يوتا حاضر هوعدك هحاول. بيقول ميجومي ان اللي هيعملوه حاليا هو انهم هيرجعوا لثانوية الجوجيتسو علشان يتواصلوا مع تنجن ساما، هيسألوه ازاي يحرروا جوكو، ايه هي اهداف كينجاكو. وكمان بيقول ميجومي ان تسوكومو موجودة في ثانوية الجوجيتسو وهدفها هو نفس هدفنا. بيقول يوتا ولكن علشان نقابل تنجن ساما احنا محتاجين نختار باب واحد ما بين 1000 باب دايما بيتغيروا علشان نقدر نوصل لمقابر النجوم اللي هو موجود جواها. بيجي تشوسو بيقول ان المشكلة دي ممكن تتحل ما يقلقوش منها. المهم ان فعلا الاربعة بيروحوا لثانوية الجوجيتسو، هناك ماكي بشكلها الجديد وتسوكومو في انتظارهم. بيشرح تشوسو خطته الا وهي ان داخل مقابر النجوم بتاعة تنجن في 6 من اخواته مختومين هناك زي ما هو كان مختوم قبل كده، بس لو تفتكروا يا اصدقائي ماهيتو هو اللي كان حرره بعد ما سرقوا من المقابر. المهم يعني ان هو هيقدر يستشعر مكان باقي اخواته وبالتالي هيقدروا يوصلوا للباب الصحيح اللي موجود جوه تنجن. وبالفعل اتحركوا وتشوسو قدر يحدد هذا الباب وبيدخلوا وبيظهر انه هو فعلا بينزلوا للاسفل وبيتقدموا وبيوصلوا لغرفة تنجن. وبيظهر تنجن وبنشوفه لاول مرة. بيسأل ايتادوري تنجن انت ليه شكلك كده؟ بيقول له تنجن ان هو خالد ولكنه مش عديم العمر، يعني بيكبر عادي، وده شكل اي حد لو فضل عايش لحد ما يوصل ل 500 سنة حاليا من ساعة ما فشل الاندماج مع نجم الوعاء البلازمي وهو عمره عمال يتصارع. بيقول ميجومي احنا عايزين نعرف هدف كينجاكو وطريقة تحرير جوكو. بيقول لهم تنجن حاضر، ولكن في الاول يوتا وتسوكومو وتشوسو 2 منكم هيفضلوا هنا يحرسوني. بتستغرب تسوكومو وبتقول له مش مفروض انك خالد، ليه محتاج حد يحرسك؟ بيقول لهم تنجن هشرح لكم. بيقول تنجن ان هدف كينجاكو هو ان هو عايز يطور كل البشر اللي في اليابان ويخليهم مستخدمين جوجيتسو. علشان يعمل كده في طريقتين، الا وهو ان هو يحول كل شخص ويخليه مستخدم جوجيتسو، ولكن ده صعب جدا وهو ما عندوش الطاقة اللي تسمح له يعمل كل ده. او الطريقة التانية وهي دمج البشر مع تنجن. بيقول له ايتادوري ولكن انت ما ينفعش ان اي شخص عادي يندمج معاك اليس كذلك؟ بيقول تنجن ان من ساعة موت وعاء البلازما وان بعد 12 سنة من تطوره هذا الامر اصبح ممكن، وكمان مع تطور تنجن اللي هيندمج معاه هيكون شيء اقوى حتى من مستخدمين الجوجيتسو. بيقول تنجن ان هو قادر يحافظ على نفسه علشان الحواجز الكتيرة اللي حواليه، ولكن البشر لو اندمجوا معاه مش هيكون عندهم نفس الحواجز. لو واحد فيهم بس بعد الاندماج خرج عن السيطرة فالكل هيخرج عن السيطرة. بيقول ايتادوري ولكن جاكو عايز يعمل كده؟ بيقول له تنجن انا مش عارف. بيقولوا له طب مش ممكن انت ترفض هذا الاندماج؟ بيقول لهم تنجن ان هنا تكمن المشكلة، بعد تطوري الاخير انا اصبحت اقرب لروح ملعونة من الانسان، فيمكن التلاعب بي باستخدام تقنية التلاعب بالارواح. الكل بتصدم لما تنجن بيقول هذه المعلومة لان كينجاكو حاليا عنده قدرة التلاعب بالارواح، يعني في اللحظة اللي هيلمس فيها تنجن هيمتصه. علشان كده هو عايز 2 يحرسوه لان كينجاكو ممكن برضه يتخطى الحواجز اللي حوالين تنجن، ولو وصل له فدي هتكون مصيبة كبيرة. بتقول تسوكومو ان كينجاكو عايش بقاله 1000 سنة، ليه قرر يعمل كل ده دلوقتي تحديدا؟ بيقول تنجن ان هو ووعاء البلازما ومستخدم تقنية العيون الستة التلاتة في عالم الجوجيتسو مصيرهم مرتبط ببعض دايما. كينجاكو كان تم ايقافه مرتين قبل كده من قبل مستخدم العيون الستة، في المرة اللي بعدها قدر يقتل وعاء البلازما ومستخدم العيون الستة في يوم ولادتهم، وبرغم كده في يوم الاندماج ظهروا مرة تانية. فطالما ان في واحد فيهم عايش فالباقيين هيفضلوا عايشين، فعلشان كده كينجاكو غير استراتيجيته، بدل ما يقتل مستخدم العيون الستة قرر ان هو يختمه. ومن 12 سنة توجي الزينين اللي كان عنده عقد سماوي مخليه خالي تماما من الطاقة الملعونة، فبالتالي هو لا يحسب على عالم الجوجيتسو. قدر توجي زينين ان هو يكسر القدر اللي موجود بين التلاتة ويقتل وعاء البلازما. بيسألوا ميجومي طب ايه هو هدف لعبة الاعدام؟ بيقول تنجن ان الهدف منها هو تجهيز البشر للاندماج معايا، لان لحد دلوقتي الاندماج معايا مش مضمون ان هو هينتج شيء كامل، ولكن علشان كينجاكو يفعل طقس لعبة الاعدام كان لازم يوافق على عدة شروط. اولهم هو ان كينجاكو نفسه مش هيكون رئيس لعبة الاعدام، مع ان ده برضه هيكون مشكلة ليهم لان معنى كده ان حتى قتل كينجاكو مش هيوقف اللعبة علشان تقف بتكون يا اما كل اللاعبين يموتوا او يرفضوا كل اللاعبين المشاركة فيموتوا برضه. يعني اصدقائي كده كده كله هيشارك في هذه اللعبة. وبيبدأ تنجن في شرح ايه هي لعبة الاعدام والشروط بتاعتها بشكل بسيط جدا. لعبة الاعدام
الإعدام هي حرفيا ساحة الكل هينزل يحاول يقتل فيها التاني. اللي هيشاركوا فيها هم 3 أصناف، وأولهم هم مستخدمين الجوجيتسو الحاليين، بالإضافة لناس عاديين وقعت عليهم لعنة وحصلوا على قوة جوجيتسو. والناس الجديدة اللي حصلوا على هذه اللعنة أو حصلوا على قوة جوجيتسو لازم يقتلوا على الأقل شخص واحد خلال 19 يوم وإلا هيموتوا. علشان كده ميجومي عايز ينقذ أخته لأن هي لسه مكتسبة طاقة ملعونة. والمشاركين اللي بعد كده هم مستخدمين الجوجيتسو من العصور القديمة، هيظهروا لأن دول من مئات السنين عملوا عقد مع كينجاكو فيقدر يستدعيهم في لعبة الإعدام. واللعبة دي متقسمة على مناطق مختلفة، لما تخش منطقة منهم يبقى انت كده دخلت لجوه اللعبة. ولما تقتل مستعمل جوجيتسو او لعنة بتاخد 5 نقاط، لو قتلت شخص عادي فهتاخد نقطة واحدة فقط. واللي بيجمع 100 نقطة بيقدر ان هو يضيف قاعدة جديدة للعبة. فالهدف دلوقتي بتاع ميجومي والبقية هو وضع قاعدة جديدة في اللعبة. القاعدة دي هتمكن اخته تسوميكي من الخروج من اللعبة قبل 10 ايام، لان بالفعل فات 9 ايام وقدامها 10 ايام علشان تموت. المهم ان بعد ما الكل فهم كل حاجة بنشوف ان تسوموكو وتشوسو هما اللي هيقعدوا يحرسوا تنجن، لان يوتا هيحتاجوا لقوته بره في لعبة الاعدام. بيقول لهم تنجن شكرا لكم، وبيطلع لهم تنجن هذا الشيء وبيقول لهم ان ده البوابة الخلفية لبعد السجن اللي موجود فيه جوكو، ولكن صلاحية فتحه موجودة عند حامل مقدمة السجن وهو كينجاكو. وعلشان تفك هذا الحاجز بدون الاستعانة بكينجاكو ففي حلين. اول حل وهو الرمح السماء المعكوس وده جوكو دمره من 12 سنة، وتاني حل هو شيء اسمه الحبل الاسود وده جوكو استنفذه بالكامل من سنة. يعني الطريقتين اللي ممكن يحرروا جوكو هو اللي بوظهم. بس تنجن بيقول ان من بين المشاركين في اللعبة في مستخدمة جوجيتسو من 1000 سنة اسمها الملاك، تقنيتها الملعونة قادرة على ايقاف اي تقنية ملعونة اخرى، عن طريقها ممكن نحرر جوكو. كل شيء خلاص اصبح واضح دلوقتي وكل واحد فيهم مفروض يعرف دوره. اتسوكومو وتشوسو هيفضلوا موجودين هنا يحموا تنجن. ماكي هتروح لمنزل الزنن تستعيد منهم الادوات والاسلحة الملعونة اللي عندهم. ويوتا هيخش مستعمرة جوجيتسو وهيبدأ اللعب علشان يجمع اكبر قدر من المعلومات عنها. وميجومي وايتادوري هيروحوا يقابلوا واحد اسمه هاكاري كينجي، كان طالب في ثانوية الجوجيتسو قوي جدا زي يوتا ولكنه ترك الثانوية لانه هو تم طرده منها. هم محتاجين اي حد قوي سواء كان موجود في الثانوية او اتطرد منها او اي شيء حرفيا. وكل واحد خلاص اصبحت الصورة واضحة قدامه وعرف دوره وهيبدأوا جميعا التحرك. دلوقتي يا اصدقائي بنروح نشوف شخصية جديدة تماما وهو كوميديان فاشل اسمه تاكابا ده من الناس العاديين اللي حصل عليهم لعنة وحصلوا على قوة جوجيتسو، وهيكون من المشاركين في لعبة الاعدام. فاحفظوا اسمه كويس لانه هو هيكون مش لاعب عادي اطلاقا. بنروح دلوقتي عند بيت الزنن وهناك بتوصل ماكي ومباشرة ناوية بيبدأ في السخرية منها، خصوصا بعد الندوب والحروق اللي مغطية جسمها بالكامل. وطبعا ماكي داخله بقلب جامد لان ميجومي مفروض هو رئيس العشيرة حاليا وده اللي مفروض حاليا، ولكن ميجومي مش مهتم بهذه الامور، مش مهتم بالعشيرة تماما ولا فارقة معاه. بتروح ماكي للغرفة المحظورة بتاعت العائلة وسط تحذيرات من امها اللي بتقول لها انت اسوأ شيء حصل لي في حياتي. وداخل الغرفة بتلاقي ماكي ابوها اوجي زينين بيقول لها الغرفة احنا فضيناها علشان كنا عارفين انك هتيجي. ويا الهي بجانب اوجي موجودة اختها مي ساقطة وهي تنزف. اوجي خلاص قرر ان هو يتخلص من بناته اللي كانوا مصدر عار بالنسبة له طوال حياته. بيتصادم الاتنين معا وماكي بتقدر ان هي تكسر سيف اوجي، ولكن بطاقته الملعونة القوية جدا بيمد سيفه وبيطعن ماكي. اوجي يا جماعة قوي جدا في مستوى اخر. اوجي بيكره بناته لان هم السبب في كونه ما يحصلش على زعامة عشيرة الزنن. بعد ما تقريبا خلص على بناته الاتنين راح رماهم في اوضة تانية مليانة لعنات من الدرجة التانية واعلى. اللعنات خايفة من اوجي حاليا، ولكن لما يرحل اللعنات هتهجم على ماكي ومي العاجزين وهياكلوهم فورا. يا سلام على حب الاب وحنيته وطيبته تجاه بناته. بتروح مي لماكي الفاقدة لوعيها وبتقول لها انا كنت عارفة ان اليوم ده هيجي. بتقرب منها مي وفجأة المشهد بينتقل لمكان اخر. ماكي بتصحى وجنبها مي اللي بتقول لها للاسف انا عندي طاقة ملعونة ولكن قوتي مش الشيء الكبير اللي يعتمد عليه. انا حاليا هموت يا ماكي بالتوفيق لوحدك. بتقول لها ماكي استني قصدك ايه؟ بتقول لها مي انا عرفت هو ليه التوأم هو شيء مكروه في عالم الجوجيتسو، وده لان الجوجيتسو بيعتبر التوأم شخص واحد. بموتي العقد السماوي بتاعك هيكتمل يا ماكي. طول ما انا موجودة فانت ناقصة دائما، ولكن قبل ما اموت اوعديني بشيء واحد، اوعديني انك هتدمري كل حاجة. وبتموت مي وماكي بتنظر
ينظر اليها وهي عمالة بتعيط وبتطلب منها ان هي ترجع. واوجي بيحس ان كل اللعنات اللي كانت في الأوضة اتقتلت، وبيشعر بالخوف والرعب اللي جايين من ناحية ماكي. بيهجم على ماكي ولكن ماكي كانت قطعت دماغه قبل حتى ما ياخد باله. ماكي خلصت عليه. يخرب بيت الرعب ويخرب بيت القوة اللي اكتسبتهم ماكي. طب ازاي ماكي اكتسبت هذه القوة؟ ماكي اصدقائي كان عندها عقد سماوي زيها زي توجي بيديها قوة جسدية، ولكن اللي كان مانع هذا العقد السماوي من ان هو يتفعل هو ان ماكي عندها توأم وهي مي عندها طاقة ملعونة، فالجوجيتسو بيتعامل مع التوأم على ان هم شخص واحد. فالعقد السماوي كان معتبر ماكي عندها طاقة ملعونة برضه. فمع موت مي خلاص كل الطاقة الملعونة اختفت، وتم تفعيل العقد السماوي وماكي حصلت على القوة واصبحت مثل توجي. دلوقتي بقى هي حالفة ومستحلفة لكل عائلة الزنن. ماكي بتتقدم وهي عندها هدف واحد فقط، تدمير عائلة الزنن بالكامل زي ما طلبت اختها مي. بتروح ماكي وسط جنود عشيرة الزنن، مفيش في دماغها غير جملة اختها دمري كل شيء، وبتبدأ في تقطيع وتشريح كل جنود الزنن بقوتها المرعبة. وكأننا شايفين توجي رجع يقاتل من جديد. بتخلص على كل الجنود دول وبيوصل بقى الناس التقيلة دول اقوى افراد عشيرة الزنن. بتدخل ماكي على الاول تخلص عليه، وبعدين التاني كده في لمح البصر بتخلص عليه برضه. يخرب بيت الجنون والرعب والقوة بتاعت ماكي. بيحاول هذا الولد اللي عنده قوة الجاذبية ان هو يثبتها بقوته علشان جينيتشي يروح يقتلها، ولكن هيهات هيهات ماكي بتخلص عليهم هما الاتنين. بيوصل ناويا وبيقول لها ما كنتش اعرف انك قاسية كده. يخرب بيتك انت كمان مجنون، شايفها موتت العيلة كلها وجاي تستفزها برضه. بيبدأ القتال بين ناويا وماكي، وناويا بقى سريع جدا سرعته اسطورية وقادر ان هو يجاري ماكي، بل وكمان بيوجه لها ضربات متتالية وسريعة جدا. وماكي عارفة ان قوته بتعتمد على تكوين 24 صورة في الثانية وبعدين بيتحرك على اساس هذه الصور. فتخيل الثانية الواحدة بيقدر يعمل فيها 24 حركة مختلفة، فعلشان كده حركته سريعة جدا وبيفضل ناويا يتحرك بسرعة حواليها وعمال يضربها من كل مكان. ولكن ماكي مركزة ومستنية اللحظة المناسبة لحد ما بيهجم، وماكي بتقول له انا عصرت عليك، وبضربة مباشرة في وشه بتدمر كل عظام وجهه. بتسيبه ماكي وبتخش لجوه وبتروح تخلص على امها وما تبقى من العشيرة. ناويا اللي لسه فيه الروح بيتحرك وبيزحف وبيقول لقد فشلت في قتلي، ولكن ام ماكي اللي هتموت برضه بتيجي هي تخلص عليه لانه هو كان بيحتقرها. فيعني اللي كان بيكره التاني خلاص موته، وعشيرة الزنن انتهت على ايد ماكي. بترحل ماكي بعد ما خسرت عائلتها بالكامل ولكنها حصلت على قوة عظيمة. بنروح دلوقتي عند شخصية مهمة جدا وهو مدير مدرسة الجوجيتسو ياجا. عارفين ان عنده تقنية بتخليه يصنع دوما جوجيتسو، ولكن التقنية دي اصدقائي مستخدمينها هم اللي بيمدوا الدوما بالطاقة الملعونة بتاعتهم. بس ياجا بيعمل حاجة غريبة جدا ومش بيقول لحد عليها ابدا. ياجا الدوما بتاعته هي اللي بتنتج الطاقة الملعونة ذاتيا، وده بيمثل خطر كبير جدا على كبار المسؤولين، لان كده بالطريقة دي ياجا يقدر يصنع جيش من مستخدمين الجوجيتسو. وياجا علشان هو رافض يقول الطريقة دي فبيتم اصدار عليه حكم اعدام، خصوصا ان جوكو ساتورو ما بقاش موجود فيقدروا يقتلوه زي ما هم كانوا بيخططوا من زمان. وابسط مثال على الدومة بتاعت ياجا هو باندا. فبيجي مدير المدرسة التاني هذا الرجل العجوز الشايب العايب، وللاسف هو قوي جدا وفعلا بيخلص على ياجا. قبل موت ياجا بيقول هو ازاي بيعمل تلك الدمى. بيقول ان هو بياخد معلومات الجسد علشان ينتج معلومات الروح. بعدين بيجيب نواة مكونة من 3 ارواح مش روح واحدة، بيحط ال3 ارواح مع بعض في جثة بتكون ملعونة. فلما ال3 ارواح بيستقروا بعد 3 شهور بيبدأوا في انتاج الطاقة الملعونة ذاتيا. بيستغرب الراجل العجوز وبيقول له طب انت ليه ما قلتش كده من زمان؟ ليه سبت نفسك تموت؟ بيقول له ياجا لان دي لعنة وانا لعنتك دلوقتي. بيوصل باندا عندهم وبيجري وبيفتكر الراجل العجوز ان هو هيهجم عليه، ولكن بيحصل عكس كده تماما. بينزل باندا يحضن الراجل اللي هو صنعه واللي بالنسبة له هو ابوه، عمال يعيط ومتأثر. باندا مش هيقاتل لان والده لم يخلقه من اجل ذلك. ده دليل ان خوف وشكوك كبار مسؤولين الجوجيتسو من ياجا كانت كلها غلط، لان الدمى بتاعته عندها مشاعر ومش شيء خطير على مجتمع الجوجيتسو اطلاقا. بنرجع لميجومي وايتادوري اللي رايحين حاليا عند المكان اللي موجود فيه هكاري، وهو بيدير نادي قتالي فيه هناك مراهنات، ومن الناس اللي بيتقاتلوا برضه موجود مستخدمين جوجيتسو. بيغير ايتادوري وميجومي ملابسهم علشان هكاري ما يعرفش ان هما من الثانويه بتاعه الجوجيتسو، لان هو بيكره الثانويه جدا جدا جدا. بيدخل الاتنين للمبنى وبيقابلوا الحرس واللي مش بيكونوا لطفاء معاهم اطلاقا، ولكن ميجومي بشخصيته
شخصيته القوية بيقدر يقنعهم ان هم هيشاركوا في نادي القتال. بيقولوا له الرئيس وافق على مشاركتكم ولكن صديقك هو اللي هيقاتل. بيوافقوا. حاليا ميجومي بيبدأ التسلل لوحده علشان يشوف المكان ويعرف هل هاكاري موجود هنا ولا لا، وبيروح إيتادوري علشان قتاله اللي هيبدأ. بيقول له المقاتل اللي معاه ان لو الرئيس عجبه الاداء بتاعك فهيستدعيك علشان يتكلم معاك ويشاركك في قتالات اكتر. فطبعا بيتحمس إيتادوري لان بالطريقة دي هيقدر يشوف هاكاري. بيروح إيتادوري وبيشوف خصمه اللي بيظهر انه هو باندا. يا سلام، الدنيا ضيقة جدا. طبعا الاتنين مش بيبينوا ان هم عارفين بعض اطلاقا. بيبدأ القتال ما بينهم واللي هو اي حاجة كده بيداروا بيها هدفهم الحقيقي. بيتكلموا مع بعض وبنعرف من باندا ان هو جاي هنا برضه علشان يبحث عن هاكاري، والمعلومة الاهم هو ان هاكاري موجود هنا فعلا في هذا المبنى، وكمان معاه صديقته كيرارا اللي كانت طالبة برضه في مدرسة الجوجيتسو. المهم ان القتال ما بين باندا وإيتادوري جامد جدا برغم ان تقريبا محدش بيأذي التاني، وإيتادوري بيعمل اداء قوي وبيقدر يكسب. وفعلا هاكاري بيطلب من احد رجاله ان هو يرسل إيتادوري ليه لانه هو مقاتل على حد قوله ممتع. بعدها بشويه بنروح نشوف باندا بيقعد مع ميجومي وبيقول له كويس ان إيتادوري هو اللي هيشوف هاكاري، انا مش قادر اقرب منه بسبب تقنيه صديقته اللي اسمها كيرارا. وكيرارا دي بنشوفها بتقابل إيتادوري وبتقول له يلا هوديك لغرفه هاكاري. بيروح فعلا إيتادوري وبيكلمه هاكاري وبيقول له انا عندي عرض ليك، هخليك غني من وراء القتالات والمراهنات. ومن كلام هاكاري بنعرف ان هو شخص بيحركه الشغف، وبالنسبه له الشغف كله موجود في المراهنات، مش لازما على فلوس وانما في اي شيء عموما. وبما ان دي حاجه مكروهه في عالم الجوجيتسو فبنعرف ان هو علشان كده اتطرد من مدرسه الجوجيتسو، وهدفه حاليا ان هو يغير هذا الكلام ويخلي مجتمع الجوجيتسو يتقبله زي ما هو. بيسال هاكاري إيتادوري هل تعرف جوكو ساتورو؟ بيقول له إيتادوري مين هو جوكو؟ بيقول له هاكاري ان مفيش مستخدم جوجيتسو مش عارف مين هو جوكو ساتورو، انت ليه بتحاول تكذب عليا؟ اوعى تقول لي انك من ثانويه الجوجيتسو. بيقول له إيتادوري ثواني بس هفهمك كل حاجه، ولكن هاكاري مش بيفهم وبيغضب وبيبدا الهجوم على إيتادوري. يا نهار ابيض، إيتادوري مش بيعرف يكذب ابدا، وكذلك هاكاري مش بيتفاهم تقريبا. وجوه المبنى ميجومي وباندا بيتحركوا وبيخلصوا على الحراس واحد ورا التاني، ولكن تسللهم بيبوظ لما بتشوفهم كيرارا. بيهجم عليها على طول ميجومي بكلابه، ولكن كيرارا لما بتلمسه الكلب بيرجع على ميجومي. وكيرارا عرفت وفهمت ان دول من ثانويه الجوجيتسو. ميجومي بيحاول يفهم ايه اللي حصل، ايه هي تقنيه كيرارا وازاي خلت الكلب بتاعه يرجع تاني عليه. بتبدا كيرارا تجري وباندا وراها وبيقول لها استني، احنا مش اعداء، احنا جايين فقط نتكلم. وبنشوف ان باندا فعلا مش قادر يقرب من كيرارا بسبب تقنيتها. ميجومي مش فاهم وبيقول ايه هي نوع هذه التقنيه. بيقول لها ميجومي طوكيو حاليا في وضع سيء جدا واحنا محتاجين مساعده هاكاري. كيرارا بتقول لهم انتوا اللي طردتونا من عندكم، مساعده ايه اللي انتوا عايزينها؟ وكمان انتوا عندكم جوكو ساتورو اللي بينقذكم دايما، فانا افترض انكم كدابين وعندكم هدف تاني. بيقول لها ميجومي ما جوكو ساتورو اتختم وما بقاش موجود. وطبعا كيرارا واقفه مبلمه مش فاهمه الكلام ولا مصدقه اللي هو بيتقال. جوكو مين يا عم اللي يتختم؟ هو انت مجنون ولا ايه؟ بيستخدم ميجومي الارانب بتاعته وبيلاحظ ان في علامه عليهم وكمان علامه على البوابه بتاعت غرفه هاكاري، بتخلي كيرارا الارانب تتجه نحو ميجومي ولكنه بيخفيهم. بيسال ميجومي باندا هل عندك علامه على جسمك؟ بيدور باندا وفعلا بيلاقي علامه، وكذلك ميجومي بيلاقي علامه على جسمه. ميجومي بدا يفهم تقنيه كيرارا كويس. بيعرف ميجومي ان العلامه دي برضو موجوده على الكلب الشيطاني اللي كان اطلقه على كيرارا في الاول. بيبدا يشرح ميجومي لباندا التقنيه بتاعت كيرارا. باختصار تقنيه كيرارا بتحط علامات مختلفه على اشياء مختلفه عندها طاقه ملعونه، والعلامات دي ليها ترتيب معين، ما ينفعش علامه تقرب من التانيه من قبل ما تمر على هذا الترتيب. فعلشان كده باندا مش قادر يقرب من كيرارا. وميجومي عرف النقاط الموجوده وقدر ازاي هيقدر يلمس كيرارا، ولكن هل كيرارا هتسمح ليه ان هو يعمل كده؟ بيبداوا الثلاثه في مطارده بعض، وكيرارا بتحط علامه تانيه على عربيه بتخليها تاخد باندا وتطلع للاعلى، ولكن ميجومي بيرسل لباندا الارنب اللي كان عليه العلامه وبيخليه يلمسه. بتقول كيرارا لميجومي ذلك ليس كافي. بتخلي العربيه تتجه نحو ميجومي، ولكنها بتلاقي الكلب الشيطاني برضه بيقرب منها، ان العلامه اللي على العربيه متشابهه مع الكلب الشيطاني، فالاتنين اتحركوا. وهي كانت فاكره اساسا ان الكلب اختفى، ولكن ميجومي كان مخليه مستخبي. وبعد ما الكلب لمس كيرارا ميجومي بقى قادر هو كمان يقرب منها، وفعلا هجم عليها وامسك بيها. خطه ذكيه جدا من ميجومي كان فيها مجازفه كبيره، ولكنه في النهايه قدر ينجح. بس ميجومي بينزل راسه على الارض وبيقول لكيرارا انا اسف احنا ما عندناش وقت، زي ما قلت لك احنا محتاجين المساعده. ولكن قبل ما كيرارا تتكلم بيلاقوا الباب بيتكسر وإيتادوري بيترمي براه. بيقول إيتادوري محدش يتدخل. هاكاري غاضب جدا
جدا من محاولة خداعه وعمال يضرب في إيتادوري اللي بيتلقى الضربات ومش بيحاول يصدها. هو بيقول انا عايز هاكاري يعترف بيا. بتقول كيرارا يا هاكاري وهم جايين بس علشان يطلبوا المساعدة، ولكن هاكاري بيكمل ضرب في إيتادوري. بيقول هاكاري لما مستعمل جوجيتسو يضطر ان هو يطلب المساعدة من مستعمل جوجيتسو اخر، فده معناه ضمنيا ان هو بيطلب منه ان هو يخاطر بحياته. فوريني الشغف اللي عندك اللي هيخليني اوافق ان انا اخاطر بحياتي يا إيتادوري. بيقول له إيتادوري انا ما عنديش شغف، انا آلة مصنوعة يحتاجها مستخدمين الجوجيتسو لمواصلة القضاء على اللعنات. بيقول له هاكاري هذا مؤسف للغاية، وبيدي له ضربة قوية جدا. المرة دي صعبة قوي، طيرت إيتادوري لبعيد. بيفتكر هاكاري ان إيتادوري فقد وعيه وبيقول لباندا خده وارحل من هنا، ولكنه بيلاقي إيتادوري بيرجع يقف تاني. هاكاري مصدوم وبيقول له انت ازاي مستحمل هذه الضربات؟ بيقول له إيتادوري انا وظيفتي هي طرد اللعنات، حتى لو ما عنديش شغف فانا هستمر في اداء هذه الوظيفة، فقول لي يا هاكاري ايه هي وظيفتك؟ بيغضب هاكاري وكان هيهجم تاني على إيتادوري، ولكن كيرارا بتقول له هو خلاك متحمس أليس كذلك؟ بيعترف هاكاري ان إيتادوري فعلا عمل كده، وبيقول لهم هاكاري انا هساعدكم. ولكن قبل ما يتكلموا بيظهر هذا الشيء وبيقول ان في لاعب اضاف قاعدة جديدة الى لعبة الاعدام. القاعدة الجديدة بتمكن اللاعبين من معرفة معلومات لاعبين اخرين زي الاسم والنقاط وعدد القواعد المضافة والمستعمرة الحالية. ايه يا نهار ابيض، ده معناه ان في واحد بالفعل جمع 100 نقطة او اكتر. الشخص ده يا اصدقائي هو هاجيمي كاشيمو. بيقول كاشيمو الجميع هنا ضعفاء، الامور كانت احسن من 400 سنة، اين انت يا سكنة؟ يا نهار ابيض، كاشيمو عارف سكنة، وواضح ان هو قوي جدا لدرجة ان هو اضاف قاعدة للعبة. فيا ترى ايه اللي هيحصل قدام؟ لعبة الاعدام بدأت بالفعل والامور هتشتعل من الحلقات الجاية. إيتادوري وميجومي وهاكاري هيعملوا ايه؟ بالاضافة كمان ليوتا، وايه مصير تنجن؟ كل ده هنعرفه ان شاء الله يا اصدقائي في الحلقات القادمة. بكده نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة اللي لخصنا فيها اول 6 حلقات من الموسم الثالث. لو انتوا كملتوا لحد هنا فانا احب اوجه لكم شكر كبير جدا. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية، وسلام.